صديقي المحبب صديقي الحبيب، كم هو مخلص ومني قريب، كم هو مرح صديقي الحبيب، أحب صديقي الحبيب. ودوما يخاف علي، ودوما يأتي إلي، ونخرج في نزهات نحو باقي الأصحاب. صديقي المحبب صديقي الحبيب، كم هو مخلص ومني قريب، كم هو مرح صديقي الحبيب، أحب صديقي الحبيب صديقي الحبيب. برتقالي أم بنفسجي؟ فلنصعد على قطار النمر. رائع. بونغو آتن. ياهو. بونغو، ما من مكان هنا. أريد أن أركب في قطار النمر أيضا. نوسة، لا يوجد. انتظروني. أرأيتم؟ عرفت أنه يوجد مكان. هذا القطار مريح للغاية. فالفول. آسف. ربما نحتاج إلى قطار أكبر. ربما نحتاج إلى أن نلعب لعبة مختلفة. حسناً، ماذا عن... أنا أعرف، صندوق الكنز. صندوق الكنز لعبة رائعة. تبدو ممتعة. كيف تلعبون لعبة صندوق الكنز؟ لا أعرف. إنها سهلة، تعثر على كنز وتضعه داخل صندوق كلعبة النمر المحشوة. وهذه المكعبات أي شيء يتسع فيها يجب أن يكون برتقالياً. برتقالي؟ هذا يبدو سهلاً. حسناً. مهلاً. الكنوز يجب أن تكون بنفسجية اللون لا برتقالية كردائي. جميل. يمكننا أن نضع زهوراً بنفسجية وأقلاما بنفسجية ليس بنفسجياً، بل برتقالي. بنفسجي. برتقالي. بنفسجي. برتقالي. بنفسجي. أريد اللون البرتقالي. نعم، وأنا أريد اللون البنفسجي. يمكننا اختيار لون آخر كالأزرق. جيد. الأزرق لوني المفضل. لا. أظن أننا لن نلعب صندوق الكنز في النهاية. والآن نحن لن نضع أي كنز في الصندوق. مهلا، ما هذا؟ أظن أنها خريطة كنز. حقا؟ دعني أراها. أترى؟ الخريطة بنفسجية اللون وبرتقالية اللون. نعم، إنها خريطة كنز بالتأكيد. أيمكننا الذهاب للبحث عن الكنز؟ أيمكننا رائع. واو، انظروا، كل شيء برتقالي وبنفسجي اللون. تماماً كالخريطة. هذا لأننا في المكان الصحيح. أين هو الكنز؟ أريد أن أعثر على الكنز. انظروا، توجد 3 علامات عليها. نعم، هنا وهنا وهنا. وهذا يعني أن هناك 3 كنوز. نحن هنا عند الشجرة البنفسجية الكبيرة. إنها شجرة بنفسجية ضخمة للغاية. فلنعثر على هذا الكنز أولاً بجانب الماء. الماء البنفسجي اللون. ماذا ننتظر إذن؟ هيا بنا. أتساءل ماذا سيكون هذا الكنز؟ ربما سيكون شيئاً لامعاً مثل قطع ذهبية أو حتى شوكولاتة ذهبية. فالفول، كل شيء هنا برتقالي أو بنفسجي. سيكون الكنز برتقالياً أو بنفسجياً. لا تقلق، متأكد أنه برتقالي اللون. حسناً، إن كان برتقالياً فيمكن للصبية الحصول عليه، ولكن إن كان بنفسجي اللون فسيكون لي ولنوسة. حسناً، اتفقنا. هذه هي القاعدة. أرى حوض السباحة. انظروا، صندوق كنز القراصنة. لابد أن الكنز في الداخل. افتح. إن الكنز الأول بوق رائع مذهل. ما هو البوق؟ آلة موسيقية. أحب الآلات الموسيقية. مهلا. ما
الخطب يا ليلي؟ البوق بنفسجي اللون، وهذا يعني أنه لنوسة. لي أنا؟ هذا صحيح. حسناً، تفضلي. لكنني لست متأكدة أنني... هيا يا نوسة، اعزفي. آسفة. أحب هذا البوق. من المؤسف أنه بنفسجي اللون. لا تقلق يا فلفول، هناك كنزان سنعثر عليهما. هذه الأشجار أمامنا مباشرة. هيا بنا. يا لها من أشجار برتقالية جميلة. إذا أين هو الكنز؟ ربما يكون مدفوناً. مدفون؟ ليست مشكلة بالنسبة إلى بطل في الحفر. هيا تراجع. ها هو الكنز. بونغو، توقف. لا يمكنني التكلم، أنا أحفر. لا توقفوني الآن، سأصل إلى... بونغو، توقف. ماذا؟ حسناً، جيد. عثرتم على الكنز. سأتوقف عن الحفر الآن. أيمكنك الوصول إليه؟ ما هو؟ ما هو؟ إنها عقدة لتزيين الشعر. أوه، عقدة لتزيين الشعر؟ إنها جميلة جدا. إنها كذلك. تفضلي نوسة. ليلي، العقدة برتقالية اللون، ليست لك أو لنوسة. ولكن... حسناً، اقترب يا بونغو. إنها لك. ولكن ما الذي سأفعله بها؟ أظن أنها جميلة للغاية بونغو. لا تنسي بوقك يا نوسة. صحيح. علينا العثور على الكنز الأخير بجانب الصخرة البنفسجية الكبيرة. لا يمكنني أن أرى. أتساءل ماذا سيكون كنزنا الأخير. أنا لا أعرف، ولكن ها هي الصخرة البنفسجية. إذن أين هو الكنز؟ يا رفاق، انظروا. إنه كبير، فيه كنوز كثيرة. أنا سأحضره. قفزة بونغو. رائع. إنها دراجة، ولها عجلة واحدة فقط. رائع، كدراجات السيرك تماما. إنها تدعى دراجة أحادية. دراجة أحادية؟ ماذا عن هذا؟ إنها بنفسجية وهي لنوسة. ولكن ماذا؟ ليلي، لا أستطيع قيادة دراجة بعجلة واحدة. هذه دراجة أحادية وليس عليك قيادتها، يعني أنها لنا. إنها عقدة رائعة لتزيين الشعر. البوق. هذه الدراجة الأحادية تبدو مسلية. لا أريد هذا الكنز، بل أنا أريد أن أقود الدراجة الأحادية. فلنتبادل. لا يمكنك المبادلة، وضعنا قاعدة. سامي محق، لن نخالف القاعدة. تحصلون على الكنوز البرتقالية ونحصل على الكنوز البنفسجية، ولهذا السبب فلفول، لا يفترض بك أن... نوسة، ماذا تفعلين؟ ماذا سنفعل الآن؟ إنهم يخالفون القاعدة. ربما كانت القاعدة التي وضعناها سخيفة. لم تكن سخيفة، بل كانت سامي. حسناً. انتظرونا. نوسة، أنا آتية. حسناً، قاعدة جديدة. يمكن للكنز أن يكون برتقالياً
أو بنفسجيا. حسناً، ولكن هل قالت ولكن؟ الكنز البنفسجي يوضع في هذه الجهة، أما الكنز البرتقالي فيوضع في الجهة الأخرى. حسناً. أوه. والآن لنعثر على المزيد من الكنوز. نعم، الكنوز. شجرة برتقالية. عثرت على دب بنفسجي اللون. وكرة برتقالية. يوجد كنز برتقالي آخر؟ الكثير من الكنوز. ما الخطب يا فلفول؟ لا أعرف في أي ناحية أضع هذه الدمية. إنها برتقالية لكنها ترتدي فستانا بنفسجيا. هذا سهل، في الوسط. أوه. هذه البقعة المثالية فعلاً.